اهلا بيكم. وتنبيه مهم جدا لكل الناس اللي هي اشترت كل رص شروط ودلوقتي بتخلص في ورقها وقدمت او لسه هتقدم. حضرتك لازم تبقى فاهم ان انت بتحتفظ بكل الاوراق الخاصه بالتقديم دي، ان كان بتحتفظ بيها سوفت وير على جهاز التليفون بتاعك او على الكمبيوتر بتاعك. ولو انت بتقدم عن طريق اي حد لازم تبقى عارف ان الموضوع ده بيبقى بتاخد منه الاوراق السوفت وير وبتاخد منه الاوراق الورقيه. عايز اقول لك وافهمك حاجه مهمه جدا، ان انت بعد 3 سنين لو انت استلام بعد 3 سنين او لو انت استلام فوري بيجي المستعلم معاه نسخه من الاوراق دي. مهم يبقى معاك نفس الاوراق عشان ما يجيش يطلب منك اي اوراق تانية. لو انت معاك نفس الاوراق مش هيطلب دخل تاني، مش هيطلب اي حاجه تانية، لا بيتعامل على لو هي نفس الحاله قائمه. لو حصل اي تغيير، لو انت كنت اعزب واتجوزت لازم طبعا تغير ورقك وتقدم له الورق الجديد بتاع الحاله الجديده. ولكن لو انت نفس الحاله احتفظ بورقك وقدمه للمستعلم لما يجي، وراجع ورقك كويس واطمن عليه قبل ما ترفع الورق بتاعك. احنا معانا لغايه اخر الشهر، ولو الموقع في اي مشاكل ممكن يمدوا التقديم تاني اللي بعد كده. تابع معانا، ولو احتجت اي مساعده اطلب مننا واكتب تم، وان شاء الله نجاوبك على كل الاسئله اللي انت عايزها. بالتوفيق لكل الناس يا رب اللي عايزه تقدم، وان شاء الله نشوفكم دايما بكل خير.